كرياتين، مونوهيدرات، هيدروكلوريد، ايثيل استر، والفا كيتوغلوتارات. واش عمرك تسائلتي اشنا هما انواع الكرياتين اللي كاينين من غير المونوهيدرات اللي مشهور؟ اليوم غادي نشارك معك في هذا الفيديو 4 ديال اشهر انواع الكرياتين المشهوره في عالم الفيتنس. كرياتين مونوهيدرات كتعني ان الكرياتين مرتبط بجزيئه واحده من الماء، هذا هو الاكثر واحد فيهم دراسه والاكثر امانه. الامتصاص ديالو تعتبر جيد، ولكن يقدر يسبب احتباس الماء لبعض الناس. الكرياتين الهيدروكلوريد اللي معروف بال HCl كتعني ان الكرياتين مرتبط بجزيئات حمض الهيدروكلوريد. الدراسه كتقول بان هذا النوع كيدوب في الماء بشكل افضل من المونوهيدرات، والامتصاص ديالو تيكون اسرع، ولكن لحد الان ما كاينينش دراسات كثار اللي كتاكد لنا هذه الهضره. كرياتين ايثيل استر كتعني ان الكرياتين مرتبط بجزيئه الايثانول اللي كتكون لنا الاستر، والفكره من هذا التعديل الكيميائي باش الكرياتين يولي الاسرع امتصاص في الجسم، ولكن الدراسات اكدت بانه اقل فعاليه. كرياتين الفا كيتوغلوتارات هو مركب مرتبط بانتاج الطاقه في الجسم، والفكره من هذا النوع انه غادي يحسن لنا من عمليه الامتصاص في الجسم وتكون عندك طاقه عاليه خلال اليوم ديالك. وكالعاده الا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش تخلي متابعه. تهلا.